Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? اوبسي دوبسي تيلي تابيز. هدول يا جماعة قصتهم كان في حفل لكولد بلاي هيدي فرقة موسيقية كتير حلوين، أنا كتير بحبهم. المهم المغني الأساسي كريس مارتن خبر الجمهور إنه هلأ بدنا نشغل الكاميرات عليكم ونحكي لكم هلو. بيصير بيحكي لهم للناس، بيصير يغني لهم إنه هلو كيفكم اليوم ومدري شو، بيصير يغني لهم على لبسهم على كذا هيك شغلات. فبتجي الكاميرا على هدول الاثنين وبيتصرفوا هذا التصرف اللي شفتوه. Either they're having an affair or they're just very shy. لما اللي حكى كريس مارتن هيك، مش بس لانه حكى هيك، وجودهم بهيدي الطريقة، هروبهم بهيدي الطريقة من الكاميرا، وكريس مارتن حكى هيك، فالناس نشروا عرضهم على السوشيال ميديا، نشروا هاي المقاطع على الانترنت، وبلشوا يبحثوا وراءهم ويشوفوا مين هدول، والاخير اكتشفوا انه هاد CEO لشركة اسمها استرونومر، وهيدي اللي معه هي رئيسة قسم الاتش ار تبعه بالشركة. رئيسة قسم الاتش ار اللي هي من احد اعمالها انه تنتبه انه يكون بيئة العمل ما فيها هيك شغلات، ما فيها علاقات غرامية، رايحة هي عم تعمل علاقة غرامية مع البوس تبعها. المهم الناس فضحوه، راحوا لعند زوجته على الفيسبوك وفرجوها هذا الفيديو. الزلمة انتهت حياته المهنية بظرف هيك. طبعا بعدها قفل حسابه على اللينكد ان. زوجته من الواضح انه قفلت حسابها الفيسبوك، غيرت اسمها، من الواضح انه خلص اتطلقوا، من الواضح انه هدول خرب شغلهم كمان، خربت وظيفتهم، لانه اكيد الشركة ما راح تتحمل انه يكون في عندها موظفين بهيدي الطريقة، لانه ما المفروض يكون في ببيئة العمل علاقات غرامية. فانه كيف عم يصير هيك؟ وخاصة انت رئيس قسم الاتش ار، هاد شغلك انه تمنعي هدول الشغلات عم تعمليهم. فيعني بينت غير احترافية ابدا، هو كمان بين غير احترافي ابدا، غير فكرة انه خيانة زوجته، غير فكرة انه غباؤه. لا وشو طالع عم يحكي لك انه الاكسترا غباء، انه عم يحكي انه كولد بلاي الحق عليهم لانه هنن اللي صورونا وما بيصيروا خصوصية ومدري شو، مع انه هو كريس مارتن دائما بيحكيها وحكاها انه نحن هلا بدنا نفتح الكاميرا، بدنا نصوركم، طالما انتم صرتوا على دراية بهذا الموضوع والكاميرا تم تنقلها باكثر من شخص بعدين لاجت لعندكم، كان لازم تكونوا انتم منتبهين انكم ما تكونوا بهيدي الوضعية. فانه كتير حركة غبية انك بتعرف انه عم يصوروا الناس بالجماهير وانت بعدك عامل للبنت هيك محتضنها بهيدي الطريقة، وهي بس هي علاقة غرامية. يعني انه وات فريك، شو كنت عم تفكر؟ بس على الاقل زوجته عرفت انه عم يخونها، وهلا صار فيها تحكي له باي باي لنطلق وتاخذ نص املاكه. المهم خلوني هلا افرجيكم فيديوهات كتير حلوين، لانه شوفوا هيدا اللي صار انتشر بالغرب عند الاجانب باوروبا بشكل عام، بالعالم بشكل رهيب جدا. ما حسيت انه لهيدي الدرجة انتشر بالعالم العربي، ولكن لاول مرة من فترة طويلة بشوف انه الناس هيك مجتمعين على ميم وكتير مبسوطين فيها. المهم خلوني افرجيكم هون مثلا من احدى الشغلات اللي كتير مضحكة، انه هيدي الكام اللي بتطلع على الناس وبتبينهم، هي اسمها كيس كام، انه مشان انه بيلتقطوا اثنين مع بعض وبدهم اياهم انه يلا بوسوا مع بعض مشان تطلعوا على الكاميرا ومدري شو. المهم فهي كتير موجودة باماكن مباريات بحفلات والى اخره، فشوفوها هون بهيدي المباراة. شافونا. ولا ومسمينها كولد بلاي كام. وفي فيديو شفت لكم اياه بيكون واحد عامل هيك لافتة كتير كبيرة وحاطط سهم وكاتب انه هيدي زوجتي، ها هيدي انا عم احكي لكم من هلا.